يعني يا عم فليك، انت ماتش رايو فايكانو في الجوله الثالثه وانت بتتضرب بنفس الطريقه. يعني مدرب رايو فايكانو عامل فيك حته مقلب هيطلع من نافوخك لنهايه الموسم. ادى للناس الطريقه اللي يعرفوا يضربوا بها مسات التسلل بتاعتك، ان في لاعب من الفرقه يوقف نفسه في التسلل عشان الدفاع ما ياخدش باله منه اصلا والكره تتلعب على الاطراف، وبعد كده هوب مره واحده نلاقي الكره ديت واصله للواد اللي كان تسلل ومحدش واخد باله لو هو بيرزعها في الجول. بس مدرب اشبيليه هو اللي جاب البيك بتاع الطريقه ديت وعرف يحلبها صح، سجل فيك منها 3 اهداف. ده بعد الجون الاولاني اللي دخل فيك من ضربه جزاء فيه 4 فرص لبتوع اشبيليه كانوا هيخشوا فيك بنفس الطريقه. يعني الشوط الاولاني كان ممكن يخرج بفضيحه، يعني كان ممكن يخرج 6-1 ولا 6-0 مثلا، في منهم كورتين ورا بعض في 3 دقائق. وانت يا عم فليك شايف اللعبه ديت من الجوله الثالثه في الدوري وادينا في الجوله الثامنه وفي ماتشين في دوري الابطال ولا فكرت تعمل فيها اي حاجه. يعني عيب والله يا عم فليك ان هي تطلع منك كده. العب على مسات التسلل زي ما انت عاوز بس حل مشاكلها، يا اما بقى تغيرها وتلعب بطريقه ثانيه. جماهير برشلونه ومدريد على الحلوه بس معاك، مش على الحلوه والمره معاك.